يا رب دايما في خير وفي احسن حال. بكمل فيديوهات سؤال واحد واجابتين، دعما لنفسي ودعما لاي حد ممكن يكون بيسمعني غير في فكرته حاجة او انور له حاجة او ربنا يجعلني سبب لنفسي وسبب لاي حد ممكن يسمعني، انه ممكن اقدم له حاجة تفيده او اقدم له حاجة تريحه. الخوف، الغول الكبير اللي محدش عارف هو اتوجد في طينتنا ازاي او ايه جوانا ازاي، لدرجة ان احنا بنعتقد في وقت من الاوقات ان هو حاجة في الفطرة، حاجة كده احنا مجبولين عليها ان احنا نخاف. خليني بس اقول لكم في الاول ان الخوف هو اقدم شعور انساني، اقدم شعور انساني ممكن اي انسان يحس بيه هو الخوف، واول شعور انساني ممكن انسان يحس بيه هو الخوف. ربنا حط في غريزتنا الخوف عشان حاجة بسيطة قوي، عشان هو بيحبنا وخايف علينا ومش عايز لنا الضرر، فحط جواك الخوف كمؤشر. المؤشر دوت انت في ايدك تستخدمه انه يقودك، وفي ايدك تستخدمه ان تاخد منه شوية بيانات تفيدك. طيب خليني اقول لك من اجابة علم النفس زي ما انا مهدت لك كده وابتديت معاك، ان الخوف ده مؤشر. بناء على المؤشر دوت انت هتتصرف. بمعنى صح، انا شفت اسد قدامي حاجة من 3 او التصرفات ال3 اللي مشهورين في علم النفس: قتال، هروب، تجمد. fight flight freeze، بيسموها كده fight flight freeze. تقاتل او تطير تهرب او فريز تتجمد. طيب الخوف كمؤشر هو محطوط فيك عشان ببساطة المعلومات اللي انت بتاخدها من خلال حاسة الخوف تبتدي تديك بيانات انت هتتصرف على اساسها. يعني انا دلوقتي مواجه اسد وهواجه اسد، الاسد اسرع مني، لو هربت هي خلاص انا ميت. تمام، ده التفكير العقلاني او ده التفكير اللي مش الخوف فيه هو اللي سايق، الخوف فيه مجرد مؤشر. ودي حاجة صحية جدا ان احنا كلنا نخاف، بس لو استخدمناها صح. لو استخدمت خوفك صح يبقى انت كده تمام جدا. نرجع تاني للمثل بتاع الاسد. طب ان واجهه ما هو ده مش حل. تخيل بقى ان هم اكتشفوا ان انت تبقى جامد او يعني ما تمثلش فيك ان انت في حياة، ده انسب حل ليك مع مواجهة معظم الحيوانات المفترسة. طيب علم النفس بيدعم، بيقول ان الخوف دوت كشعور او كشعور انت بتخليه يسيطر عليك، ده نابع من شعور معين انت حسيته او بقى مرتبط بفكرة الخوف. بمعنى اصح، ممكن يكون حدث حصل لك وانت صغير، فلما خفت ولد عندك شعور، الشعور ده فضل متثبت جواك ومتثبت جوا شخصيتك. تمام، فمع كل موقف انت بتخاف فيه الشعور دوت هو اللي بيبتدي يحركك. مع كل موقف انت بتخاف فيه الشعور ده بيبتدي يحركك. الشعور دوت مرتبط بفكرة باطنية مش ظاهرة عندك. بمعنى اصح، جبت نتيجة وحشة في الامتحان وانت صغير وانت في الابتدائي، فابوك عنفك جدا، حلو، اتولدت عندك مشاعر مؤذية من الموقف دوت، معاها فكرة ارتبطت بيك ان انت فاشل، ان انت اي حاجة هتعملها فانت فاشل فيها. تخيل ان الحاجة الصغيرة دي اللي حصلت معاك في امتحان في ابتدائي ممكن تبقى مؤثرة على قراراتك النهاردة، في مواجهتك مع الناس وفي مواجهتك مع مخاوفك. علم النفس هنا بيقولك انك عشان تعرف تقاوم او تتغلب على خوفك دوت لازم تراجع مع نفسك الافكار والمشاعر المتراكمة في العقل اللاواعي او في العقل الباطن. بمعنى اصح،
لازم تراجع تشوف ايه فكرتك عن نفسك وايه فكرتك عن شخصيتك، وتراجع المشاعر اللي مرتبطة بيها وتبتدي تعالجها. من هنا شخصيتك هتبتدي تتعامل مع الخوف بطريقة تانية خالص. هتعامل مع الخوف بالمعاملة الطبيعية، ان هو مؤشر جاي يقولك في حاجة غلط، شوف انت هتتصرف ازاي. لكن وجهة نظر بقى الروحانية او الصوفية او الاتجاه الفلسفي اللي انا بقدمه هنا، ان انا بقول المشكلة وبحاول الاقي لها حل من الجنبين. الخوف مرتبط دايما بحاجتين، او حاجتين دايما بيغذوا الخوف. قلناها في الاجابة على السؤال بالطريقة الاولانية اللي هي المشاعر والافكار. الحاجة التانية، الخوف مرتبط دايما بالزمن. دايما هتلاقي خوف مربوط بزمن، زمن يا اما عدى، زمن يا اما جاي. عمرك ما هتلاقي الخوف مربوط باللحظة اللي انت فيها. هاتلي بني ادم خاف في موقف معين ما فكرش في اللحظة اللي بعد منها ايه اللي هيحصل، او هات بني ادم خاف في موقف معين ما فكرش ان نتيجة الموقف اللي هو فيه دوت او الموقف اللي بيمر بيه غالبا هتكون زي نتيجة حصلت قبل كده. طيب خليني اقول لك ان معظم الصوفيين او معظم الفلاسفة او معظم الروحانيين بيقولوا على الزمن بمنتهى البساطة ان هو مجرد وهم. ازاي يا عم؟ انا دلوقتي حصل لي موقف، الموقف دوت خدت منه فكرة معينة او خدت منه شعور معين، ودي الحتة اللي بتلاقى فيها علم النفس مع الفلسفة. الموقف المعين دوت اللي انا خدت منه الشعور المعين والاحساس المعين، هي حاجة اتحطت جوه، فضلت اتعامل بيها. بس طبعا انا بتعامل بيها وانا مش واخد بالي ان في وقت بيمر وانا بتعامل بنفس الحاجة ما فلترتهاش وما حطيتهاش تحت مقياس ان اشوف ايه الصح فيها وايه الغلط. فحاجة اترمت جوايا وفضلت بتعامل بيها، فضلت ماشي عليها طول الوقت. وطول الوقت دوت يعني مر وقت والحاجة دي لسه موجودة. فجأة كده انا بقيت عندي 20 30 40 سنة والحاجة دي اوتوماتيك هي شغالة معايا، ما خدش بالي منها. طيب الناس الفلاسفة بتقولك ايه؟ بتقولك ان الزمن وهم. يمكن محدش يفهمني في الحتة ديت لان انا مش هعرف اوصفها كويس او مش هعرف اعبر عنها كويس، بس مختصر المفيد، ما تعيش الحياة كلها كأنه فيلم واحد عبارة عن مشهد واحد. لا، عيش الحياة فيلم عبارة عن مشاهد متقطعة. خد كل لحظة انت عايشها دلوقتي مشهد في الحياة، استمتع بيه. الحياة مش مشهد واحد، الحياة فيلم بس مشاهد متجمعة جنب بعض، مش مشهد واحد فيها فواصل. فانت بتخاف من المستقبل، انت خايف من المستقبل. طيب خايف من المستقبل على الرزق في حين ان انت ما تملكش اصلا رزقك في اللحظة دي. خايف من المستقبل من المرض في حين ان انت اصلا صحتك ومرضك في اللحظة دي مش في ايدك. خايف على الاولاد انك يبوظوا في حين ان انت ما تعرفش انت هتكون موجود ولا لا. خايف من انك تموت مع انك حرفيا ما تملكش الحياة. يعني ما تقدرش تحكم قبضتك على حاجة وتقول انا هفضل عايش طول ما انا ماسك الحاجة دي. خايف من خايف من ايه؟ خايف من ايه على حاجة انت حرفيا ما تملكهاش؟ خايف من ايه على حاجة انت حرفيا ما تملكهاش؟ حتى لو دخلت خناقة وخايف انك تنضرب، هو انت ليه ايقنت ان انت هتتضرب؟ او خايف انك هو انت ليه ايقنت ان انت هتتعور؟ خايف انك يتمسح بيك الارض. انت ايه اللي خلاك تحط انك هيتمسح بيك الارض؟ ما تعمل اللي عليك، اضرب. يعني دخلت خناقة خلاص وحكمتك اضرب، وبعد كده النتيجة مش مهم. سعيد صالح الله يرحمه كان بيقول في مسرحية العيال كبرت
حاجة حلوة أوي. بيقول لك أنا لما بخش خناقة ما بفكرش هضرب ولا هتضرب، المهم أفضل صامد على رجليها لآخر جزء اللي أنا أخدهم. تخيل إن الناس المقاتلين والناس العسكريين هي دي فلسفتهم ما بفكرش أنا هضرب ولا هضرب، أنا خلاص اتكتب عليا خناقة فأنا بتخانق. يعني كتبت إن أنا بتخانق فأنا بتخانق بقى بكل طاقتي. بعد ما الخناقة تخلص بنشوف إيه اللي حصل، وده اللي بيسموه ركز في اللحظة اللي انت فيها. في كتاب انصحك بيه اسمه قوة الآن لإيكارت تول، بيركز قوي على النقطة دي. بتاكل ركز ان انت بتاكل، اللي بعد كده مش مهم. بتتخانق حتى زي ما انا وصفتها لك دلوقتي، ما تركزش نتيجة الخناقة تبقى ايه، ركز في الخناقة بس ان انت بتضرب بس، ركز ان انت تدافع عن نفسك بس. ولو مت لو مت فاعرف ان مش الخناقة هي السبب ان انت مت، انت كده كده كنت هتموت. اشوفك على خير.